كيف نقيس عظمة كأس العالم؟ هل بعدد الأهداف أم بحجم الدراما أم بالبصمة التي تتركها البطولة في ثقافة الشعوب؟ هناك عشرات النسخ من المونديال، لكن 3 بطولات فقط قدمت المزيج المثالي من كرة القدم الأسطورية، التطور الثقافي والدراما التي تحبس الأنفاس. لنبدأ عدنا التنازلي من المركز الثالث وصولا إلى المتربع على العرش. في المركز الثالث المونديال الذي قدم أفضل دراما داخل المستطيل الأخضر في التاريخ الحديث، قطر 2022. بعيدا عن أي جدل خارج الملعب، ما حدث على العشب كان قصة سينمائية لا يمكن حتى لأعظم كتاب هوليوود تأليفها. الجميع يتذكر النهائي الأعظم، تلك المعركة التي انتهت بالتعادل 3-3 بين الأرجنتين وفرنسا، قتال شرس شهد هاتريك تاريخي من كيليان مبابي وصمودا أسطوريا من ليونيل ميسي. لقد كانت هذه البطولة هي الفصل الأخير في رواية ميسي، اللحظة التي توج فيها ملكا نهائيا للعبة وسط دموع الفرح. لكن قطر لم تكن ميسي فقط، بل كانت بطولة المتمردين، المسيرة التاريخية لأسود الأطلس، منتخب المغرب الذي زأر في المربع الذهبي كأول منتخب أفريقي وعربي يصل لهذا الإنجاز، محطما الهيمنة التقليدية لقوى كرة القدم العالمية. ننتقل الآن إلى المركز الثاني، البطولة التي غيرت هوية كرة القدم للأبد، إيطاليا 1990. إذا نظرنا للأرقام كانت هذه البطولة بطيئة، دفاعية وعنيفة تكتيكيا، لكن خارج الملعب كانت الانفجار الأكبر للثقافة الشعبية. هذه النسخة حولت كرة القدم من مجرد لعبة رياضية إلى أسلوب حياة وموضة وظاهرة بصرية عالمية، ومع الصوت الأسطوري للوتشانو بافاروتي الذي كان يصدح في الخلفية، تحولت كل مباراة إلى ملحمة درامية تشبه الأفلام السينمائية. الإرث الأكبر لهذه البطولة كان قانونيا، الدفاع كان خانقا ومملا لدرجة أن الفيفا أدركت خطورة الموقف. فور انتهاء البطولة تم إلغاء قانون إرجاع الكرة للحارس ومنعه من إمساكها بيده إذا جاءت من زميله، خطوة واحدة غيرت سرعة ورتم كرة القدم إلى الأبد. وأخيرا المركز الأول، العرش الأسطوري الذي لا يجرؤ أحد على مسه، المكسيك 1970. هذه البطولة هي المورد الحقيقي لكرة القدم الحديثة التي نعرفها ونعشقها اليوم. هنا شاهد العالم نسخة 1970 من منتخب البرازيل، الفريق الذي يتفق المؤرخون أنه أعظم منتخب وطني وطأت أقدامه عشب ملعب كرة قدم على الإطلاق. ولكن ما ميز هذه النسخة لم يكن في الأداء فقط، بل في طريقة العرض. كانت هذه أول بطولة كأس عالم تبث مباشرة عالميا بالألوان الكاملة. فجأة تحولت الشاشات الرمادية إلى لوحات نابضة بالحياة، وانطبع قميص البرازيل الأصفر الساطع في ذاكرة البشرية للأبد. شهدت هذه البطولة استخدام البطاقات الصفراء والحمراء لأول مرة في تاريخ المونديال لتنظيم العقوبات، والمثير للدهشة أنه لم يتم طرد أي لاعب طوال منافسات البطولة. المكسيك منحتنا المتعة والقوانين، إيطاليا أعطتنا الهوية والثقافة، وقطر قدمت لنا الدراما والإثارة المطلقة. 3 بطولات صنعت مجد اللعبة الأكثر شعبية في التاريخ. الآن جاء دوركم، هل تتفقون مع هذا الترتيب أم أن هناك بطولة أخرى تستحق الصدارة؟ شاركونا آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة لتشاهدوا وثائقياتنا القادمة.